بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته يقع للناس كل خير وبفضله تتم المكارم والفضائل والحسنات الطيبات التي يتطوع بها الخلق لحب الخلق وإحسان الأمر في كل شيء. سعادة المستشار محمد شيرين فهمي، سعادة السفير عمان العزيزة الغالية التي نحبها من كل قلوبنا ونسعى إليها في مناسباتها العلمية لنكون شركاء لهم فيها، وقد تكرر هذا كثيرا، والفضل لله ثم لهم في دعوتنا لحضور هذه المناسبات. الحفل الكريم الذي يأتي على ذروته وقمته رؤساء دول ورؤساء وزارات ووزراء ووزيرات وعلماء وقضاة كبار وإعلاميون كبار، وهذا الجمع العجيب المتنوع الذي يمثل طوائف من خيرة طبقات المجتمع المصري وفئاته والمعنيين بتاريخه وتراثه، الذي يمثل مقوما أساسيا من مقومات هذا المجتمع. ويشاركني الحضور في هذه الجلسة أخي الأستاذ الدكتور محمد الشرنوبي الذي هو أمين المجمع المصري وعضو مجمع اللغة العربية. فأنا يعني لست وحدي يا دكتور محمد، الحمد لله أنا موجود أهو أمثلكم، وسعادة المستشار خالد القاضي ومن أعرف من هؤلاء كثيرون، وبارك الله في الجميع في سعيهم لتخليد هذا اليوم الكريم الذي هو يوم من أيام اللغة العربية. واللغة العربية لغة مجد وتاريخ وثقافة وحضارة وتراث عريق، لا نستطيع أن نقدره حق قدره إلا ببحث وفحص ودراسة عميقة طويلة، والكلام عنه يطول ويطول ويطول، ولكني سأذكر بعض العناصر الأساسية التي يجب أن نتذكرها ونحن نحتفل بهذا اليوم الذي حددته الأمم المتحدة واليونسكو، ولكن أهل اللغة لا يحتفلون بهذه اللغة يوما واحدا، بل يجب عليهم أن يحتفلوا بها كل يوم، لأنها تراث عريق يمتد في التاريخ قرونا وقرونا، يبحث العلماء عن بداياتها فيصلون إلى آلاف مؤلفة من السنين، ترتفع إلى يوم بعث إبراهيم عليه السلام الذي بوأ الله له مكان البيت الحرام وبناه هو وابنه إسماعيل عليه السلام، وهو الذي جاور قبيلة جرهم العربية القادمة من اليمن العزيز السعيد الذي نرجو له أن يكون سعيدا دائما وليس سعيدا في الزمن الماضي وحده. اللغة العربية وجدت هنالك في تلك الآفاق وفي عمان طبعا، وهذه هي المواطن الأولى لحضور اللغة العربية على ألسنة قحطان وعدنان. سافرت قبيلة أو هاجرت قبيلة جرهم من اليمن إلى جوار مكة المشرفة التي شرفها الله بالبيت الذي بوأ الله مكانه لإبراهيم عليه السلام،
فتزوج منها وتعلم منها العربية. ومن ذلك الزمن البعيد خرجت اللغة العربية لغة بيان ولغة بلاغة ولغة فصاحة، ولم ينقطع ظهورها منذ ذلك التاريخ حتى الآن. ويقدر العلماء الذين بحثوا وفحصوا ودققوا تلك البداية الباهرة التي تمتز في الزمان البعيد، وصلوا إلى نحو 3600 عام، واللغة حاضرة ببيانها وشعرها ونثرها وحكمة أهلها، وبالوجود الحضاري الذي يجمع إلى رحابه كل جديد ويضم بين جوانحه كل إبداع يصل إليه الناس في تلك الأوقات الموغلة في القدم، إلى أن ظهرت اللغة العربية في صورتها الأخيرة منذ نحو 20 قرنا. تراثها حاضر، نستطيع أن نقرأه وأن نفهمه وأن ننفعل به وأن نجد فيه تعبيرا عن أعماق النفس الإنسانية وعن المشاعر التي تخرج من قلوب أحست هذا الواقع الذي تعيشه وعبرت عنه. ظلت حاضرة بين الأيدي نقرأها بلا معاجم، ونحن نستطيع أن نقرأ شعر امرئ القيس وشعر عنترة بن شداد وشعر الحطيئة وشعر أمثال هؤلاء من الشعراء الكبار، وأن نقرأ حكمة أكثر بن صيفي وأمثاله من الحكماء بغير عودة إلى القواميس. وهذا يدل على استمرار اللغة ومكانتها التي لم تفارق التاريخ منذ ظهرت على مسرحه في ذلك الزمن البعيد. تراثها لا أقول من أغنى، بل أقول أغنى تراث عرفته لغات العالم، وهو حاضر حي لم يمت، قد ينزوي قليلا ولكنه يخرج بعد ذلك إلى الوجود حاملا حكمة الزمن، مقدما للناس أسباب حضوره واستمراره. هذا التراث المجيد الكريم ظل يصاحب هذه اللغة منذ ذلك الزمان، وهذا أمر يختلف عن لغات هي الآن سيدة الموقف العالمي كاللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. هذه تعد بحسب التواريخ لغات ناشئة، لغات شابة لم يشب شعرها بعد في مجال التاريخ. لكن اللغة العربية هذه اللغة العريقة القديمة الأساسية التي نجدها لا يوجد لها نظير في العالم، وهي تفترق عن لغات كاليونانية واللاتينية بأنها ما تزال لغة علم وحياة ولغة وجدان وشعور ولغة فكر وثقافة ولغة حضارة ممتدة. اللغة اللاتينية أصبحت من التاريخ وتدرس في مواطن التعلم، واللغة اليونانية كذلك، اليونانية القديمة. اليونانية الحديثة هذه حديثة أيضا، لكن اللغة الباقية على أصلها ووضعها وقواعدها وتراكيبها ومعجمها هي اللغة العربية. فهذا سبب من أسباب المجد الذي تحقق لهذه اللغة، ومن هنا سنجد لهذه اللغة امتدادا بعد ذلك، وخصوصا بعد أن نزل القرآن العظيم بها فأعطاها سندا وعمادا وقوة وحياة أخرى ممتدة، حولتها من لغة كانت محصورة في شبه الجزيرة العربية إلى أن تكون لغة عالم لم يوجد له نظير مع أي لغة من اللغات.
لأنها كانت لغة إدارة وسياسة وفكر وعلم وبحث وشعر ونثر من حدود الصين إلى جنوب فرنسا. كل هؤلاء يتكلمون العربية ويؤلفون باللغة العربية، وقد ملأ الله قلوب الذين أسلموا ودخلوا إلى الإسلام وتعلموا القرآن، جعل الله في قلوبهم محبة هذه اللغة فتعلموها وتحولوا إلى معلمين ومؤلفين بها. وأشير فقط إلى نموذج، يعني عندما نسمع أمثال سيبويه ونسمع أمثال ابن جني ونسمع أمثال السيرافي ونسمع أمثال هؤلاء، ثم نسمع كذلك علماء الحديث، علم الحديث في أصوله الكبرى كتبه أناس من أبناء بلاد لم تكن العربية لغة أهلها، ولكنهم تعلموا العربية وأصبحوا ينطقون بهذه العربية ويؤلفون بهذه العربية. وعندما نقول البخاري، وعندما نقول أبو داود، وعندما نقول النسائي، وعندما نقول ابن ماجه، وعندما نقول الترمذي، وعندما نقول الإمام مسلم وهو ذو أصل عربي ولكنه تربى في نيسابور، إذا 6 من الكبار الذين دونوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من العرب الأصليين، ولكنهم ممن تعرب لسانهم وتعربت عقولهم وتعربت قلوبهم، وأصبحوا سندا وذخرا وعطاء وجودا وسخاء بالعلم على ألسنة هؤلاء الذين دخلوا إلى الإسلام، وتكون اللغة بهذا لغة هؤلاء الأقوام. وهذا التوسع الكبير لم يوجد للغة، حتى للغة الإمبراطورية الرومانية، وهي من أوسع الإمبراطوريات في التاريخ. فهذا أيضا سبب آخر من الأسباب. سبب ثالث من الأسباب التي تجعلنا نفخر وننتمي إلى هذه اللغة هو أن هذه اللغة بسماحة الإسلام وانفتاحه على الثقافات امتدت إلى تراث الأمم الأخرى التي سبقت الدولة الإسلامية، ولم تسبق اللغة العربية، لكن سبقت الدولة الإسلامية. وهذه الأمم كان لها حضارات، كان الحضارة الهندية والحضارة الفارسية والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية والحضارة السريانية، كل هذه دول سبقت الدولة الإسلامية وليست اللغة العربية. لكن اللغة العربية امتد نطاقها إلى هذه اللغات، فأخذتها وأدخلتها في رحابها واتسعت لها وفهمها أهلها، وكان لديهم من الهمة ما يجعلهم يعبرون عنها بلغة عربية وبلسان عربي مبين في الطب والهندسة والرياضيات والكيمياء والصيدلة وسائر هذه العلوم التي كانت من ثمرات الحضارات السابقة، فهموها وعلموها وعبروا عنها، ثم أبدعوا بلسان عربي مبين آثارا بقيت في هذه اللغة وانتقلت إلى العالم كله، وسبقت الحضارة الإسلامية العالم كله بهذه اللغة وبما أنتجته وأبدعته في سائر العلوم التجريبية والرياضية. وأصبح العلم العربي يتحدث في العالم كله بلسان عربي مبين مدة لا تقل عن 5 قرون، 500 سنة، والعلم كله باللغة العربية، كل العلم باللغة العربية. والذي يريد أن يتعلم يأتي إلى موطن من مواطن العلم الإسلامي، وخصوصا في الأندلس الإسلامية، ثم في الرباط وفي القاهرة وفي دمشق وفي بغداد التي كانت عاصمة كبرى من عواصم الحضارة الإسلامية، يأتي ليتعلم فيها كل هذا الكلام. أصبح العلم بالعربية، وأصبح الأوروبيون يدرسون بالعربية أو يترجمون عن العربية. يعني عندنا سطعت في سماء العالم كله أسماء كبرى عالية المقام والمكان. عندي الكندي في الرياضيات،
عندي الرازي في الطب، عندي ابن سينا في الطب، عند ابن رشد في الطب، عندي ابن الهيثم في الطبيعيات، عندي في الجراحات، عندي في الإبداعات، عندي في إنجاز صورة نهائية للمنهج التجريبي الذي هو أصل الحضارة في زماننا هذا، منهج التجريبي القائم على الملاحظة والتجارب وفرض الفروض واستصدار القوانين ودراسة الظواهر وحكم هذه الظواهر. كل هذا أبدعه العقل العربي الإسلامي بعد أن علم شعوب الأرض كلها، علم حضارات الأرض جميعا، ثم عبر عن ذلك بلسان عربي ممزوج بعبقرية المسلمين في بناء هذا التاريخ. حاضر يا سيدي. أنا طبعا ما حدش قال لي، أنا شفت سعادة السفير يتكلم فعن حسابي إن أنا هتكلم حبة كبيرة. وبعدين هو بيقول لي دقيقتين، طب الدقيقتين أشكر فيها يعني من دعوني ولا ده خارج الدقيقتين؟ خارج الدقيقتين. خلاص يبقى إذا هناخد نقول 4 دقائق زي بعض. 10 والله إذا سعادة الرئيس معالي الرئيس على كل حال. طبعا عندنا رئيس آخر موجود دكتور عصام شرف يعني، والأسماء أمامي والله مدهشة. جمع هذا المكان يدل على تنظيم عالي جدا هنا، لكنني أقول على كل حال في آخر كلمات معالي السفير الموجود جواري وهو من محب اللغة العربية والعاملين على يعني وجود المناسبات وإحضار العلماء الذين يتكلمون عن اللغة العربية، تحدث عن أن اللغة العربية تعاني الآن مشكلة التقنية، وهذه مشكلة واقعية وحقيقية ولا نستطيع أن نتجاهلها أبدا. لكن عندنا مشكلات أخرى، خلاص ما بقاش في مجال الكلام عن المشكلات، هنتكلم عن المنجزات، نتكلم عن كيفية مواجهة المشكلات. المشكلة في الحقيقة ليست مشكلة اللغة العربية. اللغة العربية تعبر عما في أذهان الناس وعن تجاربهم وعن حكمتهم وعن إبداعاتهم وعن ثمراتهم، وهي في المجال الأدبي لا يضارعها في ذلك أحد، في الشعر والبيان والخطابة والحكمة والفلسفة والأدب والبلاغة والفصاحة ونحو ذلك من هذه الأمور. هذا لا يسابق أحد فيه اللغة العربية. لكن المسألة في الجانب العلمي، في الجانب التقني. صحيح نحن المشكلة ليست في اللغة، اللغة تعبر عن أهلها، فإذا كان أهلها متقدمين فإن اللغة تعبر عن قوم متقدمين. نحن البحث العلمي عندنا يواجه مشكلة في العالم العربي. أولا التفرقة، كل بلد يعمل واحدة، مع أن مشاكلنا هي مشاكل واحدة ولغتنا لغة واحدة، والذي يتكلم في موريتانيا ويتكلم في عمان ويتكلم في بغداد بلغة عربية يفهمه الناس جميعا. من غير ذلك إذا وقعنا في العاميات لن يفهم أحدا. ونحن نرى أن كل بلد فيه عاميات كثيرة جدا، وانظروا إلى العاميات عندنا في الصعيد وفي الشرقية وفي اسكندرية وفي الوادي الجديد وفي صحراء سيناء، كلها لهجات، بل إن بلدا كالقاهرة فيها لهجات وفيها مستويات ثقافية تعبر عن نفسها بألفاظها. فعندئذ نقول إن المشكلة ليست لغوية ولكنها مشكلة حضارية. إذا أنتجنا العلم سننتج المصطلحات، إذا قدمنا التقنية سنسميها بأسمائنا التي نضعها لها كما يفعل العالم كله. إذا روسيا أصدرت شيئا يكتب اسمها في التاريخ ولا يغيره أحد، الذي سيتأثر بها سيأخذ الإبداع باسمه الذي سماه به أهلها. فإذا فعلنا ذلك ستكون اللغة هي التي تعبر كما عبرت قديما، وكانت كما قلت لغة العالم كله. العالم كله يتحدث العربية، والعلم في العالم كله يتحدث العربية، والعلم في العالم كله يعلم بالعربية. فهذا هو الذي نقول فالمشكلة ليست في اللغة العربية ولكن المشكلة فينا نحن. علينا أن نجمع أنفسنا وأن نواجه مشكلاتنا جماعة لا فرادى، وأن
يتقدم علماؤنا بهمة كهمة علمائنا الأولين. لا يوجد إبداع بغير جهد، ولا إبداع بغير عطاء، ولا إبداع بغير صبر، ولا إبداع بغير تراث، لكننا يمكن أن ننطلق من تراثنا إلى أفضل المواقع، ولعل قادم الأيام يحمل لنا بشريات تتعلق بوحدة الأمة في علمها وعلمائها وفي تراثها، وأن تتقدم نحو المستقبل بخطى وئيدة نوعا ما، ولكنها ثابتة القدم تسعى لكي تحتل مكانها اللائق بهذه الأمة في التاريخ. شكري عميق، وأنا سعيد بوجودي في هذا المكان الذي آتي إليه لأول مرة، ولكني أغبط شبابنا الموجودين الآن الذين فكروا في معرفتهم بهذا الموقع الكبير الذي يرفع الرأس ويسند الظهر ويمنح الأمل في مستقبل مشرق لهذا البلد ولأمثاله من أخواته العربيات الذين واللائي يشاركن معه في مثل هذا الأمر. وأشكركم على إتاحة الفرصة لي، والسلام عليكم.